لفة جلاش اخدت منها صفين بس، والباقي شلته عنته يعمل صينية جلاش تاني. يعني يعتبر اخدنا ربع كوباية سكر بودرة، حطيت عليها باكت فانيليا وقلبتها، زبدة سايحة او لو عندك سمنة، دهنت الجلاش وارش عليه السكر والفه مثلثات، تدهني كل لفة بتلفيها عشان تقرمش معاكي. بس كده، سهلة خالص ومش هتاخد منك اي حاجة. لو عندك مكسرات ممكن تحطي فيها مكسرات مع السكر، سوداني، زبيب، جوز الهند. في طاسة سخنة حطيت زبدة، ولو عندك سمنة عادي، وحمرت فيه الجلاش. اخد لون، قلبته. خلي بالك في القلبة التانية بيكون خلاص الطاسة سخنت، بيتحمر بسرعة، ما تغيبيش عنه. والدور التاني ما بياخدش ثواني. كده خلصت الكمية كلها. حطيت كل الجلاش اللي انا حمرته تاني في الطاسة، وحطيت عليه كوباية لبن او حليب، بتخليه روعة، ريحته طالعة زي اللي في المحلات بالظبط. جميلة وخفيفة ومغذية، هتعجبك جدا. ولو انتي مش عايزة تحط عليها حليب عادي، من غير حليب هتبقى مقرمشة، بس انا بحب اعملها بالحليب، بتبقى طرية وجميلة. جربيها.